من ساعة ما نزلت بوسترات مسلسل فن الحرب بتاع يوسف الشريف اللي هينزل في رمضان 2026، وده يعتبر أول مسلسل ليه بعد غياب 5 سنين من سنة 2021 لما عمل مسلسل كوفيد 25. الجمهور يشعر بشابو يوسف الشريف من قبل ما نشوف المسلسل، أولا لأن البوستر شكله فعلا مميز، وشكلنا هنشوف عمل مميز زي الأعمال المميزة المختلفة اللي هو بيعملها، وكمان لأنك لما تسيرش هتعرف إن في كتاب حقيقي اسمه كتاب فن الحرب، ده مكتوب من فوق 2000 سنة ومن كاتب صيني، فده يوريك ان يوسف الشريف راجع بنوعية مسلسل هتبقى مختلفة. لسه بقى مش عارفين هو هيبقى رعب ولا تشويق ولا حاجة فيها حركة، ده اللي هيبان. ومع انه بقاله 5 سنين مختفي، لا بيطلع في مسلسلات ولا في افلام ولا في اعلانات ولا في لقاءات، واول ما ينزل البوستر بس تلاقيه ترند وكل الناس بتقول ان احنا مستنيينه، ده معناه ان يوسف الشريف نجم في الوقت اللي فيه ممثلين لو غابوا سنة ممكن محدش يفتكرهم. وده يخلينا نعمل النهاردة حلقة ليه يوسف الشريف مختلف عن كل أبناء جيله. قبل ما نتكلم عن يوسف الشريف خلونا الاول نتكلم عن مسلسل فن الحرب. مين اللي هيبقى مع يوسف الشريف؟ شيري عادل، ريم مصطفى، كمال ابو ريا، محمد جمعه، اسلام ابراهيم، دنيا سامي، وليد فواد. والمسلسل هيبقى تأليف عمرو سمير عاطف، وده نفس المؤلف اللي تعاون مع يوسف الشريف في مسلسلات كفر دلهاب والصياد والنهايه ولعبه ابليس. وحقيقي من ساعه ما البوستر نزل ناس كتير جدا متشوقين عايزين يعرفوا المسلسل ده هيبقى عن ايه، فده اللي يخلينا عايزين نتكلم عن يوسف الشريف. وعادة في الحلقات اللي احنا عملناها قبل كده في حب الفنان، يعني مثلا زي اللي عملناه عن ياسمين عبد العزيز او عن مي عز الدين، بنقول ايه الحاجات الكويسة في الكارير بتاعه او في شغله وفي حياته الشخصية. لكن واحنا بنعمل سيرش عن يوسف الشريف لقينا ان كل النقط هي ليها علاقة بشغله ملهاش علاقة بحياته الشخصية، ودي تعتبر اول حاجة تميز يوسف الشريف عن كل فنانين جيل، ان فعلا انت ما بتدخلش جوه حياته الشخصية. يعني انت لما بيجي في دماغك كلمة يوسف الشريف هتفتكر مسلسل، هتفتكر عمل معين ليه، هتفتكر دور، لكن انا ما اعرفش اي حاجه عن حياته، ما اعرفش ولاده دول شكلهم ايه. كل بس اللي اعرفه انه هو اتجوز تقريبا كانت مؤلفه وانفصلوا عن بعض، وبرضه انفصلوا في هدوء، لا في شرشحه شيرين وحسام ولا دخلنا جوه اوضه النوم. فدي حاجه مميزه جدا. طبعا من اكتر الحاجات المميزه في يوسف الشريف لما تيجي تتكلم عنه ان اعماله فعلا مختلفه عن السائد. يعني هو مش مجرد انه بيقدم مسلسلات كويسه او اعمال كويسه، يعني في ناس بتقدم مثلا والله قصه رومانسيه، قصه طلاق، قصه جواز، كلها حاجات متكرره وفي منها حاجات كويسه وحاجات مش كويسه. لكن يوسف الشريف مسلسلاته بجد في حته تانية مفيش حاجه شبهها. يعني مثلا عندك مسلسل كفر دلهاب، هات لي مسلسل اتعمل في اخر 10 سنين شبهه. اي نعم في مسلسلات رعب ومسلسلات كويسه، لكن هو كان ليه طابع خاص. نفس القصه مسلسل النهايه، خيال علمي وليه شكل معين ما تقريبا انا ما شفتش حد قدمه في الدراما المصريه. نفس القصه مسلسل كوفيد 25، رغم ان في ناس قالت لك ده اقل شويه من النهايه، بس هو يبقى برضه مسلسل خيال علمي، واللي اتقدم فيه ما كانش موجود في اي مسلسل مصري تاني. وحتى بقى من زمان، يعني من ايام مسلسل الصياد. وكمان المفاجاه اللي معرفش كلكم عارفينها ولا لا، ان اغلب المسلسلات دي يوسف الشريف ما بيبقاش بس ممثل فيها او هو البطل بتاعها، ده كمان بيبقى هو صاحب الفكره. فهو ممثل بيعرف يختار الدور بتاعه، وهو كمان اللي بيجيب الدور، يعني هو اللي بيجيب الفكره الحلوه المختلفه. فاعماله المختلفه تؤكد ان هو فنان مختلف عن كل الفنانين اللي موجودين. وده يوديني لنقطه مهمه جدا عن يوسف الشريف، انه مثال للفنان الذكي. ذكاء اي فنان انه يبقى عارف امكانياته ايه النقطه القويه عنده يلعب عليها، وايه النقطه اللي مش اقوى حاجه فما ينافسش فيها. ده يوسف الشريف بيعمله. يعني يوسف الشريف كتمثيل هو ممثل كويس، بس مش هقدر اقول ان هو مثلا في مستوى احمد زكي، فلذلك عمرك ما هتلاقيه راح للادوار المعقده جدا زي ادوار احمد زكي. بس المميز عند يوسف الشريف ان دماغه نظيفه، يعني الافكار بتاعت المسلسلات دي افكار واحد دماغه نظيفه. هو بقى لعب على النقطه دي، وبدا من ساعه ما بدا يبقى بطل في المسلسلات يعمل نوعيه من المسلسلات انت فعلا بتتفرج على المسلسل لان مش هتلاقي شبهه. يعني لا يمكن تلاقي مشاهد جوه اي مسلسل موجوده في مسلسل تاني مصري او قريبه منها. فهنا نفهم ليه الجمهور بيقول له شابو يوسف الشريف، لان ما بنشوفش حد زيه. من اكتر الحاجات اللي لازم اقول ان دي مميزه في يوسف الشريف هي بداياته الفنيه. انا عارف ان الكلمه دي في ناس هتفهم ان انا بتريق مثلا، على اساس انه يوسف الشريف بدايته تحديدا في فيلم كان اسوأ فيلم اتعمل في الدراما المصريه، فيلم 7 ورقات كوتشينه، بطولته هو والفنانه المحترمه جدا روبي. والفيلم كان
وكان في رقص وهق ومق ومشاهد مش مظبوطه. طب ليه انا بقول ان بدايته الفنيه دي كويسه؟ لان هو رغم انه بدا في حته وحشه جدا عرف انه يقرر ويقف مع نفسه ويقول انا هغير ده، سواء انه يبدا يعمل افكار كويسه او حتى بانه انا هوقف يا جماعه المليطه. وكان ليه تصريحات كتير ان انا بعمل فن ما فيهوش تلامس، انا ما بحبش المشاهد دي، دينيا ما تنفعش، اخلاقيا ما تنفعش، مراتي لو انا متجوز ما تشوفش ده، ولادي ما يشوفوش ده. ففكره ان انت كنت بادي في حته بعيده جدا وحته وحشه وعرفت انك تقرر وتقف ضد التيار ووقفه محترمه مع نفسك وتتحدى نفسك، ما انت كان ممكن تسيب نفسك تمشي في العكعكه دي، بس عرف انه يغير من ده، فدي حاجه تحسب له. عشان في ناس ساعات بيصطادوا في المايه العكره ويقولوا له شوف انت كانت بدايتك ايه. دي حاجه تحسب له ان انا اكون بادي بدايه شمال وبعد كده اروح لمنطقه يمين ونظيفه جدا. ولذلك هتلاقي بقى ان كل الفنانين بيهاجموه. يعني عندك مثلا الهام شاهين هاجمته، ايناس الدغيدي هاجمته، معرفش نوع العمروسي هاجمته، وكتير جدا هاجموه. وده في حد ذاته سبب يخليني احب يوسف الشريف اكتر. يعني انا لو هبص يوسف الشريف في الكفه الثانيه فيها الهام شاهين وايناس الدغيدي وكل هذه الاشكال، اكيد عمياني انا احب يوسف الشريف، يعني اكيد مش هحب دول على حساب يوسف الشريف. وبيعجبني في يوسف الشريف ان هو رغم هجومهم ما طلعش رد عليه، سابهم يتكلموا زي ما هم. وده ليه اكتر من معنى. اول حاجه اللي هو بيقول لنا انا يا جماعه مركز في شغلي، سيبكم من الهبل اللي هم بيقولوا. وتاني حاجه ان هو فعلا شايف اللي بيقولوه ده هبل لا يستحق الرد. واقوى رد هو عمله انه اثبت على مدار سنين رغم انهم بيهاجموه انه بالاحترام وبالادب وبالاخلاق وبافكار نظيفه قدر يخلق لاين ينجح جدا ويعجب الشباب جدا ويبقى ليه جماهيريه كبيره جدا، وما هوش محتاج يروح لا للسفاله ولا لقله الادب ولا المشاهد الانظر اللي طفحت في الدراما مؤخرا. يمكن لو هقول ان عندي مشكله مع يوسف الشريف كممثل ان هو ما عندوش افلام في قوه مسلسلاته. يعني هو عامل تاريخ من المسلسلات حلو جدا واعتقد ان هو هيكمل في ده كويس، لكن لما تيجي تبص على السينما ما اعتقدش ان ليه فيلم مميز باستثناء بس فيلم العالمي. ارجع بقى قبل كده هتلاقي هو بدا في فيلم هي فوضى، بس ده مش بطولته وهو ما كانش حتى عامل دور كبير فيه. يعني برضه هتلاقي فيلم فتح عينيك، فيلم اخر الدنيا، يعني هي كلها ادوار مش اكبر حاجه. حتى انا شفت له برضه مؤخرا كان فيلم اسمه بني ادم، ما اقدرش اقول ان هو وحش بس مش في قوه مسلسلات. فاتمنى ان زي ما انت مركز كويس جدا في المسلسلات وبتعرف تطلع افكار حلوه انك كمان تركز في الافلام. يعني ده مهم ان يبقى ليك تاريخ في الافلام حلو. من الحاجات المميزه جدا في يوسف الشريف ان هو ما بيلعبش على ان شكله حلو وينفع جان. كمواصفات هو مواصفات جان طول بقى من ساعه ما بقى بطل في المسلسلات او في الافلام، هو بيلعبش على الحته دي. كان ممكن يستسهل، هو شكله يسمح له ده. يمكن في بداياته كان بيلعب على ده او المخرجين هم اللي كانوا حاطينه في الحته دي. يعني هتلاقي مثلا في فيلم هي فوضى، في فيلم 7 ورقات كوتشينه، لكن من اول ما هو بقى بطل لا، قرر يا جماعه انا مش هبقى جان، انا هركز في ان انا ممثل بختار كويس بعمل ادوار كويس. فدي حاجه تحسب له لانه الاستسهال في المنطقه دي كتير جدا. واهم ميزه في يوسف الشريف انه مش ممثل بيحلب نفسه. يعني تعالوا نفتكر كده اخر اعلان عمله يوسف الشريف ايه، بجد هتقعد تفكر كتير. انا مش فاكر انه عمل اعلان ومش فاكر انه عمل لقاءات كتير، يعني فاكر له كام لقاء بس قليل جدا. وحتى في مسلسلاته هو اصلا ما بيشتغلش كتير. يعني هو بقول لك بقاله 5 سنين ما اشتغلش، وهتلاقي قبلها ما كانش بيشتغل سنه ورا سنه. يعني كان ممكن يشتغل سنتين 3 ويقعد سنه ويرجع يشتغل. فحلو ان انت مش حالب نفسك، ده معناه ان انت مش بتجري ورا الفلوس، ده معناه انه بيختار. انا لما الاقي حاجه حلوه تليق بتاريخي وتليق بدماغي انا هعملها، ما لقيتش خلاص اديني قاعد في البيت. فدي حاجه تستحق شابو يوسف الشريف. واخر ميزه هتكلم عنها، ودي تعتبر الميزه الوحيده اللي هتكلم عنه هو مش عن شغله، انه انسان محترم. انا لا شفت يوسف الشريف ده طالع لي في ريد كاربت ولا بيقول تصريحات مستفزه عكس اراء المصريين. ولما كان متجوز انا ما شفتوش مع مراته وهي لابسه لبس مش مظبوط او هو متباهي بان هو مشلحها. يعني انسان واضح ان هو محترم، وده بان في تصريحاته ان هو حد انا كمان في شغلي مش عايز اقدم حاجات خارجه، مش عايز اقدم الفاظ او مشاهد خارجه. هو انسان محترم يعبر عن شكل اي حد مصري متوسط. افضل حاجه واعتقد دي اكتر حاجه بتحبب الناس في يوسف الشريف ان هو فنان مشي عكس التيار. وعكس التيار هنا بالمعنيين. المعنى الاولاني ان هو كان ممكن يستسهل يعمل اي حاجه وخلاص، لا هو اختار يروح للمواضيع المختلفه، سواء بقى خيال سواء رعب، يقدم مواضيع جديده. وده اللي خلى النهارده لما ينزل بوسترات مسلسل فن الحرب كل الناس مستنيين، مش عشان بقى يوسف الشريف بس، عشان انا واثق في اختيارك، انا واثق ان انت هتقدم لنا موضوع مختلف ومفيش حد تاني خالص في رمضان هيقدم. فدي حاجه حلوه ان هو مشي عكس التيار. ومشي عكس التيار برضه في الاحترام، انه ما راحش للمليطه. الوسط ده كلهم بيمليطوا وكلهم رايحين لحته المشاهد الخارجه والاباحه والالفاظ عشان نركب الترند. هو ما راحش لده خالص، فضل مصمم وكمل وعمل لنفسه قاعده جماهيريه كبيره جدا بتحترم فنه المحترم. فبرافو او شابو يوسف الشريف ان انت عرفت تكون فنان ناجح ومختلف في زمن الكوبي بيست اللي منتشر اليومين دول. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر عمل يوسف الشريف انت بتحبه؟ يعني من
وجهة نظري انا بحب جدا كفر دلهاب، رغم ان هو عمل حاجات كتير كويسه، بس يبقى كفر دلهاب في منطقه خاصه كده. بس طبعا ده رايي، الاراء كلنا ممكن نختلف فيها. اكتبوا لنا انتوا بقى في التعليقات ايه اكتر عمل شدك ليوسف الشريف وفاكره لحد النهارده، واكتب لنا برضو في التعليقات توقعك ايه لمسلسل فن الحرب. يعني هل هيبقى مسلسل رعب، ولا هيبقى مسلسل خيال، ولا هيبقى مسلسل هو هيعمل فيه اكتر من شخصيه؟ خلاص استاذنكم بقى، اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، يعني تعتبر زي حلقه النهارده، ده غير سلسله 10 افلام او مسلسلات او مسرحيات. فيعني لو معاك وقت وجهد وباقه وطاقه، باخد لك لفه وقول لنا رايك، سواء في الحلقات اللي بتشوفها او في حلقه النهارده. يعني لو حلقه النهارده عجبتك ابعت انشر كلم دماغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك في التعليقات. ونختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ اغورا.